شكرا لك الرئيس. طبعا كلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة موجه لي أنا، وأنا من حق عين الحقيقة أنا أربع بالأخ أبو فهد بأن يكون محامي للحرامية، أربع فيه، لأن لو أنت كلامك إنصاف وحق وكرامات الناس، كرامات الناس بس بمجلس الأمة مو على صفحات الجرايد. معيزة وما بقى أحد من نواب المجلس يتكلموا بحق القانون إلا استهزأوا فيه واستهزأوا بعرضه واستهزأوا بشرفه وبشكله وخيايط وينك أنت؟ وينكم أنت يا حكومة؟ المجلس كله غوغائي، يعني بس لما تي على الحرامية تدافعون عنهم ولما تي على الشرفات تهاجمونهم. شكرا أخ محمد. افتتاحية جريدتهم أمس تهدد مجلس الوزراء، وينك أنت؟ طالعني وينك؟ ودى المحكمة وديتها بس يرحم والديك تدافع عنهم ابو فهد. شكرا ترى ملينا. السيد العضو عبد الله الرومي. الفاضل احمد سعدون. معك احمد سعدون. تفضل سيد العضو احمد سعدون. شكرا لك الرئيس. شكرا لك عبد الله الرومي. انا الحقيقه يمكن واضح من الغايه ما سجلت اليوم، انا احد مقدمي الاقتراح الخاص بالغاء الماده الرابعه عشره، لكن الاستفزاز الحقيقه السيء اللي صدر من الاخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدوله وزير مجلس الوزراء وزير الدوله مجلس الامه اضطرني اتحدث. كان من حقه، ما في كلام، من حق اي واحد انه يعترض على اي كلمه يعتقد انها لا تتفق مع الاخر، فيقف يقول يا جماعه اقترح شط كلمه، لكن ان يحاول حتى يوصل الكلام لمن يريد ان يصل له. في رسائل مطلوب ايصالها مو بس من وزير، في رسائل احنا نشوفها تصدر بصوت عالي، ترى احنا وياكم، ما يهمنا اللي بيوصل رسائل يوصل، لكن نرفض هذا الكلام من انه مجلس الامه هيتبر وانه ما حد فوق القانون. وينك وقت هذا كلام مجلس الوزراء اللي حالة فرد تاخذ 8 سنوات و4 أشهر و15 يوم، تجيكم الرسالة من اللجنة الثلاثية الدائمة كما جاءت لمجلس الأمة، لم يصدر عنكم ولا كلمة واحدة، إلى أن شفتوا أن جلسة الأمس كانت تكون جلسة غير عادية. كلام الأخ سلام صحيح. ثناء اللي قيل للحكومة أمس ثناء جزئي يمكن نقول نعم كانت تستحق لأنها سوى شيء، لكن لولا ردود الفعل ولولا الشعور بأنه كان ممكن تكون جلسة الأمس جلسة غير عادية لما اتخذ هذا الإجراء، لما اتخذ هذه الخطوة. التعديلات اللي قدمت اللي الآن تنظر إلغاء المادة 14، التعديل الجيد اللي مقدمه الأخ عبد الرومي مجموعة من الإخوان، هذا كان يقدم الحكومة من أول يوم واجهت المشكلة إنه يا جماعة ترى القانون أصبح في عائق لإعطائنا احنا كحكومة حق التقاضي، مو أي فرد، الحكومة لإعطائنا احنا كحكومة حق التقاضي لمتابعة من اعتدى على المال العام. مو تاخذون من هذا السبب. والآن الأخ الوزير بيحاول يجد أي مبرر لتأجيل مناقشة هذا القانون. قلت له أنا الأخ صار فضال حقيقة كان موقف الأمس في غاية الروعة، أراد أن يعطي حل، قلت بس هذا ما يعطي الحل لما قال جماعة جوها لغاية فاتت. كان موقف الأخ صالح موقف في غاية الروعة. يا جماعة ما احنا في ساعة من أمرنا، لكن أيضا احنا نعرف ربعنا شو صايرين، نعرفهم يبون التأجيل لممارسة الضغوط وبعدين الخروج من القضية. ما راح نسمح لكم. والكلام اللي صرتوا تقولونه ما عاد يؤثر لا في الناس ولا فينا، اللي كل ما حاولنا نتصدى للوصول الى الحق تفضلوا هذا اللي بيحلون المجلس. كذبة اطلقت ومن اطلقها معروف، ومشكلتكم اللي اطلقها صدقها الان. احنا يكفينا شرف ان خوفكم من بعد تصليح الكذبة حصلنا المجلس من الحل. هذا شرف يكفينا، حصلنا المجلس من الحل وسنستمر في ذلك. لذلك الكلام اللي قاله الأخ محمد ضيف الله شرار الكلام مرفوض، والكلام بكل أسف يعني يزعجنا حقيقة ويؤلمنا والله،
الاخ محمد ضيف الله شرف لي انا اتعمد بعد كل جلسه ارجع للمضابط الجلسه لما كان معنا في المجلس. تذكرون مره شكلت له الرأي في قانون جمع السلاح او القانون السيء الذكر قانون الطوارئ لما كان نائب، وش الكلام اللي قاله لما اصبح في الصفوف الاماميه؟ احنا هنا لسنا في هايد بارك، واذا كان الدفاع عن مصلحة البلد وعن مواطنينا، واذا كان ايضا ملاحقة سراق المال العام يندرج في اوصاف الاخ محمد ضيف الله شرف بين يكون مجلس هايد، فاحنا في هذه الحالة هايد بارك سنستمر. شكرا لك الرئيس. السيد